أما بعد، فيا عباد الله، ما من عاقل متبصر في هذا العصر إلا ويعلم أن الإسلام هو المستهدف من خلال الأحداث المختلفة التي تسمعون عنها، سواء منها ما قرب أو بعد، وأن الإسلام هو المستهدف من خلال الشعارات التي ترتفع، ومن خلال الشعارات التي تمرر من تحتها عمليات العدوان. ومن المعلوم لكل عاقل أيضا أن السلاح الاستراتيجي كما يقولون الأول الذي يستعمل ذي بدء للقضاء على الإسلام إنما هو سلاح التفرقة، إنما هو سلاح تأليب المسلمين بعضهم على بعض. وقديما في أواخر الخلافة العثمانية تعلم الدنيا كلها أن بريطانيا لعبت الدور الأول في تجربة التفتيت المسلمين وتحويلهم إلى فئات متصارعة بين يدي الهدف الأكبر، ألا وهو القضاء على الخلافة الإسلامية. وأنا مضطر أن أضعكم في هذا الموقف أمام بعض الأسماء والوثائق. من قرأ كتاب أعمدة الحكمة السبعة للورانس يعلم جلي ما أقول ويقف على كثير من الوثائق. بريطانيا هي التي خططت قبل غيرها للعمل على تفتيت المسلمين، وسخرت لذلك 3 أسافين. الإسفين الأول القاديانية، وهو إسفين غرسته بريطانيا في الهند وما حولها. الإسفين الثاني البابية والبهائية، وقد غرسته بريطانيا في مصر وفي جهات من جنوب شرقي آسيا. والإسفين الثالث الوهابية، وإنما غرسته بريطانيا في الجزيرة العربية. عودوا إلى المصدر الذي ذكرته لكم لتقفوا على الاعتراف الصريح والصارخ بهذا الأمر. ووصلت بريطانيا إلى كثير مما اتقت. قضي على الخلافة الجامعة والطوق الشامل، ووضع السرطان الدائم في جسم العالم العربي والإسلامي متمثلا في إسرائيل، ومزق العالم العربي والإسلامي بين هذه الأسافين 3 التي حدثتكم عنها، لكن الإسلام لم يقضى عليه. واليوم بعد أن انهار المعسكر الشرقي وتصورت الدولة الغربية الأولى في العالم أنها غدت القطب الأوحد الذي يستطيع أن يتحكم بالعالم كما يشاء، خيل إليها أن الوقت أصبح مناسبا لتوجيه الضربة القاضية إلى الإسلام. والوثائق كثيرة الناطقة بهذا الأمر الذي أقوله لكم. ولكن ما السبيل الأول إلى ذلك؟ ما الخطوة الأولى؟ الخطوة الأولى تلك التي رسمتها بريطانيا. الخطوة الأولى أن تتتلمذ هذه الدولة الكبرى التي تعد نفسها اليوم القطب الأوحد في العالم على بريطانيا، وأن تتلقى منها الدرس